حبتين ومش هيعملها تاني. اديته قرشين عشان يروح يحجز الشقه يفرح بيها البنت، خدهم حطهم في جوازة بنتك. ليه؟ وانا فاتحها زبيل؟ ليه الغلط ده بقى يا معلم سوني؟ يا عم لا غلط ولا مش غلط، ربنا يبارك لبنتك ويستر عرضها، بس حرام لما ربنا يبقى مديني قرشين اسطر بنتي ويروح يسطر بيهم حد تاني. لا انا كنت جاي وعندي امل انك تلم الموضوع، انما شكلك كده بايع. يا عم لا بايع ولا شاري، لحد كده خلاص قنعت، حتى الفلوس اللي ليها عنده مش عاوزها، يعتبرهم مكافأة نهاية خدمة، والله يبارك له ويرزقه بمرض ويتشخص غلط. الله، هي وصلت لكده؟ طب سلام عليكم. سلام يا سيدي، شرفت. حسبي الله ونعم الوكيل، ده ايه البجاحة دي؟ بس يا بنت، انت يا وليه، يا وليه اصحي فواقي. ايه فيه ايه يا حاج؟ مخنوق يا صفاء. ليه يا اخويا كفل الشر؟ انت رحت للسني؟ لسه متنيل راجع من هناك. طيب اهدى انت بس، انا هقوم اعمل لك الاول لقمه تاكلها. لا اقعدي، مش عايز اطفح، ماليش نفس. يبقى السني حكر مزاجك. هو عكر مزاجي وبس، ده بهدلني ومرمط بكرامتي الارض. راجل واطي انا عارفاه. عمل معاك ايه يا اخويا؟ عمل، هو خلالي، ده بهدلني وخلاني ماليش لازمه قدام بنته. قطع لسانه. هو في حاجة يا يابا؟ نامي يا بنت الرفض انت وهي. قال لك ايه؟ مش مهم قال لي ايه، المهم دلوقتي ان انا عايز الم له فلوسه اللي خدتها من عادل واروح ارميها في خلقته. وهنجيب له الفلوس دي منين يا حسره؟ على بابا. لو النبي يا اخويا الا حتتين الذهب دول، دول يا اخويا بتوع عفش البيت. واديك يا اخويا شايف اخوك عادل بعد الراجل ما كرشه ايدك منه والارض. يعني ما نقفش جنبه في زنقته يا وليه؟ وهي فين زنقته دي يا اخويا؟ شاديه وسابها. ويا اخويا بلانا باللي اسمه فتح عريس بنتك ده وفتح صدره كده قدامه، وفي الاخر ادينا احنا يا اخويا اللي هنشيل الليله. صدقها عندك حق، قال السن طلع له اسنان وبدأ يعض. نعم. عايز اتكلم معاك شويه. ابويا مش هنا. انا عايزك يا شادي. وانا مش عايزاك. كده بيع كده؟ انا عشان ابويا بيع اي حد، حتى انا شادي. حتى نفسي. وبعدين انت ما خليتليش حاجه اشترك بيها يا حديد. اتفضل بقى اتكل على الله، عشان وقفتي معاك دي كده عيب في حق ابويا. انا هسيبك تهدي. وانا مش ههدى. اتفضل يلا انت لعنه، واتفضل غرفه 60 داهيه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. طب خليكي يا شادي جنب ابوكي، وطلاق مش هطلق. ما هو انت اصلك مش راجل. يا صبريه. ايه يا استاذ سليمان؟ ازاي؟ الحمد لله تمام. امال فين الست صباح؟ ست صباح كانت هنا دلوقتي بس مش تلاقيها طلعت السنتر فوق. طب انا طالع عليها. ماشي يا استاذ سليمان. مش عاوزه حاجه؟ لا شكرا يا استاذ سليمان. سلام عليكم. على فين يا ست صباح؟ ده انا كنت طالع لك. ليه؟ الحاج عيان ولا حاجه؟ والله من ناحيه الحاج تعبان فهو تعبان، والدكاتره منبهين عليه لازم اعمل له اشعه رنين واشعه صبغه. هو عنده سرطان؟ ليه بس الفرق الوحش ده بس يا ست صباح؟ ما هو اللي بيعمل اشعه صبغه بيبقى عنده المرض الوحش. قولي المرض الوحش. ما هو المرض الوحش هو السرطان. ما علينا يا ست صباح.
انا مش فاضيه دلوقتي خالص، انا لازم احضر اجتماع اصحاب المكتبات، الدنيا بتخرب يا استاذ سليمان. طب انا دلوقتي جاهز بالفلوس يا ست صباح، وبعت الارض وجهزت العقود وعملت دراسه جدوى للمشروع، مش ناقصنا بس غير اننا نمضي عقد الشراكه. ما قلت لك انا موافقه على كل حاجه، هات الورق وانا همضيهولك. الدار امان. سلام. الدار امان فعلا. بالصلاة على النبي كده احنا مجتمعين برابطة المعلم عشان شغلي بيتضرب. يعني لازم نشوف حل، لان انا مش هسكت. لو ما لقيتوش حل انا مش هسكت، هضرب شغل السوق كله. حقك. يا جدعان انا الملزمة بتقف عليا بشيء وشويات. اجر معيد، ورق، حب، كهرباء، اجر عمالة. يا جدعان انا بيتي هيتخرب، عايزين نشوف حل. ما هو مش عفريت كمان اللي بيضرب الشفره، ده لازم واحد من المنطقه، مش بعيد يبقى قاعد وسطينا. ده يبقى واد مجرم قوي، ده انا اضربه بالنار. ايه يا ست صباح، انت جاي توقعينا ببعض ولا ايه؟ معقول يعني حد مننا يعمل عمله سودا زي دي؟ ومش معقول ليه يا اخويا؟ امال بتاع العصير اللي بيضرب الشفره ده لازم واحد مننا ومغروز في الشغلانه دي. طب والله يا ست من وجودي بتتكلم صح، بس ده مش الموضوع. احنا عايزين نلاقي حل. يا جدعان المكاتب دي كلها هتقفل، يا جدعان هنشحن، يا جدعان افهموني. انا عايز اعرف الشفره دي بتتضرب ازاي. مكنه جديده يا سني نزلت السوق يا اخويا. وبعدين يا معلم سالم المكنه دي غاليه قوي ومش اي حد يشتريها. اذا كان على الفلوس يا اخويا نجيب 20 مكنه. احنا بس ناس ضميرنا بينقح عليها. يا جدعان حد يكلمني في الحل، يكلمني في المفيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. في حاجه يا زينهم؟ في حاجه انت؟ بقول لك يا عم زين، الاجتماع ده مغلق، ما يحضروش غير اصحاب المكاتب اللي موجوده في بين السرايات وبس. طب ما انا سوف. يعني ايه سوف؟ سوف يبقى عندي مكتبه. الله، ده من امتى ده؟ ودي فين المكتبه دي ان شاء الله؟ الله، الكوافير بتاع زيزي مرات ابن علي. علي ابنك يتجوز زيزي؟ لا سوف. يعني ايه سوف؟ سوف يتجوزها، يبقى عندنا مكتبه وهنبقى نحضر الاجتماعات. يعني انت جاي لنا من المستقبل يا زينهم عشان تحاسبنا في الحاضر؟ لا، انا جاي لكم لا مؤاخذه من المستقبل اقعد معاكم شويه في الحاضر عشان احاسبكم على الماضي. انت اتجننت يا راجل. يا جدعان بقول لكم في مشكله ولازم تتحل، لازم نعرف مين اللي بيضرب الشفره عندنا في السوق. حلو، افهم بقى الاول يعني ايه شفره. هو كل واحد يجي لي يقول لي عايز اعرف ايه الشفره؟ في ايه يا عم الحاج؟ خلاص انت جات لي منين يا خلاص يا مخلص يا عم اسكت، انا افهمك يعني ايه شفره. هي ليها حل يا جماعه، احنا نفتح الشغل يعني كله يشتغل في كله، من هنا ورايح مفيش توزيع مجاميع، كلنا نشتغل ونعيش وربنا الرزاق بقى. لا 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 لا، انا مش موافق على الكلام ده ست صباح. موضوع المجاميع ده كويس قوي كده، وعن نفسي موافق على رزق ماده واحده وتعشت لحد كده. غلط، لان ربنا هو اللي بيوزع الارزاق. ايوه، يدي كتير يدي قليل، هو حر. ما حدش فينا خد توكيل الرزق. افهم. حرام تقول كده محروس. لا اله الا الله. اهدوا بس، القانون الدستوري بيقول ايه؟ كلكم عارفين، رأي الأغلبية يمشي على الكل.